هيملوا الخياشيم. مفيش حاجه اسمها خياشيم. ليه بقى؟ حضرتك خليكي معايا برضو، سؤال حلو اللي انت سالته لي. طبعا السمكه دي جواها كيماوي. تمام. الدم اللي جواها وكل حاجه اللي جواها بتصفى منين؟ مفيش مافيا سالة من نخشوش. ايوه زي ما انتوا شايفين كده، قربوا معايا كده. ايوه زي ما انتوا شايفين اهو. اه كله بينزل من هنا، مفيش مافياس ثاني. هاتي لي مافياس كده، مفيش لا مافياس. قال خيشوم هنا. تمام. أيوة. طبعا الدم ده كل ده بينزل من المكان ده. فطبعا نحط ملح جوه، وفي ناس بتحط قطن، في ناس بتحط حاجات كتير. طب ده هيصرف فين؟ وبيفضلوا ينشفوها بمناديل ويقول لك ما لازم تنشف جدا. ده كله في الفاضي. طبعا لازم نسيب المكان ده فاضي كده عشان الدم والحاجات اللي جوه تنزل منها. طب انا خلينا نكتبها بملح دلوقتي ولا بمنديل ولا اي حاجه؟ الدم هيرد تاني في اللحمه. في ناس بتفرح بلون اللحمه ان هو احمر ووردي وكده. ده دم اللي جوه دم. ده دم. لازم يكون السمكه بيضه او ورد من جوه. خليكم معانا للاخر. زي ما انتم شايفين كده اهوت. ورشه ملح بسيطه مش كتير. لا في الشتاء برضو لو زودت ملح ولا حاجه السمكه تنشف معانا، ما تحدقش بسرعه. ملح معقول. طب قول لي يا معلم، هو دلوقتي لو بتعمل 2 كيلو تعملهم في كيس ولا في علبه؟ والله هو الاحسن في علبه. في علبه ثلاجه. في علبه احسن. لان لما بحطهم في كيس، الكيس بيقوم خانق السمك. اجي افتح السمك بعد ما يستوى ممكن يدينا عبقه بقى. هو هيبقى مظبوط وكل حاجه في الملح، هيبقى ناشف او هيبقى ماسك نفسه. انما انا عاوز الزبده يكون في علبه. ايوه هو فعلا ده الفرق يا جماعه ما بين سمك البيت اللي معمول في البيت بيكون ناشف، لكن اللي انت بتجيبيه من بره بيكون زي الزبده وبتكون لحمته حلوه وناعمه. فهو علشان كده يعني. تعبية دي مش تعبية بيوت ولا حاجه، تعبية محلات، تعبية معلمين. اللهم بارك. خليكم معانا للاخر. طبعا هو حط السمك الكبير تحت اللي هو البوري، وهيبدأ هنا بقى في الطبارة. الطبارة بيكون دماغها صغير شوية عن السمكة البوري. يعني لو انت رفيع وطويل. لو انت عايزة تميزيها هتميزيها ان دماغها صغير شوية وبتكون رفيعة. هنرص بقى بقية البرميل. خليكم معانا للاخر خالص.